كان مبسوط. احنا دلوقتي هننزل بقى العيش ده. اوكي. والمفروض ان احنا وقت الاكل ايا كان بقى هناكل دلوقتي او شويه لما يبرد بنحط عليه. في ناس بتحب تحط سكر وقرفه، وفي ناس بتحط عسل اسمر اللي هو هنحطه دلوقتي. تمام. خلينا نحط دي هنا عشان هنحتاجها تاني شويه كده. تحبي نطلع فاصل يا شيف ونروق الدنيا ونرجع نشتغل في المخروطه؟ نرجع نشتغل في المخروطه. احنا ان شاء الله هنرجع نشتغل في المخروطه، بس خليني هيبقى هنظبط دي كده وهنحط بس معلقه عسل كده كشكل. والجزء التاني هنسيبه من غير حاجه عشان اللي عايز. هي اكله بسيطه قوي. هي اكله بسيطه بتدفي. بس بتدفي وبتشبع لان عيش وعسل وسمن وبتشبع. وكمان السمن البلدي بالنسبه للاطفال الصغيرين حتى لو بقى تقيله في رمضان على فكره. والله بصي، هي لو اكله اللي هو ايه، في ناس بتحب تفطر خفيف وتروح تصلي مثلا عشاء والتراويح وتاخد سناك لحد السحور. فهي لو هتستخدم ككده هتبقى لطيفه. حاجه مسكره برضو لو لو هتاخديها كبند تحليه. في ناس بعد التراويح بتحب تشرب كوبايه الشاي مع اي حاجه مسكره. هتبقى خطيره دي. هتبقى حاجه كويسه. ايوه استاذنك. اتفضلي. هتبقى حاجه كويسه. بس وهي اكله سهله اي حد يقدر يعملها. لو بنوته صغيره، حد مبتدئ، يعني هي مش ما فيهاش اي تصعيب ولا فيها اي حاجه. طبعا دي سهله جدا. بس فاحنا ممكن بقى ايه، نلم فاصل ونلم حله ونرجع نعمل المخروطه. طيب. اوكي. احنا عملنا دلوقتي اسهل اكله من اول البرنامج، المفروكه.